بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها أنيا عندها 20 سنة وبتكون عايشة مع حبيبها زينة اللي بيهتم بصحته وجسمه، وده طبعا عكسها تماما لأنها بتحب الأكل وما بتهتمش بصحتها وبتفضل تاكل لحد ما تتخن. وبيجي يوم وبيجري مدور فرح صاحب زينة، وبتبدأ إنها تدور على لبس في الدولاب عشان تحضر بالفرح، والهدوم بتكون قصرت عليها وده بسبب وزنها الزايد، وبتفضل تقيس في الهدوم لحد ما بتلاقي فستان أخضر وبتلبسه، لكن برضه بيبان عليها إنها تخينة. وبيجي حبيبها عشان يشوفها لبست ولا لأ، لكن بيتضايق أكتر لما بيشوفها بالمنظر ده وتروح معاه الفرح، وده لأن أصحابه كلهم معاهم بنات رفيعة وشكلهم حلو. ما بيكونش عايزها تروح معاه، فبيقول لها انه هيبارك في العريس والعروسه ويرجع على طول عشان يسهروا سوا. وانا بتصدق وبتخش تلبس هدوم البيت وبتتابع الفرح اونلاين، وبتشوف صورة الحبيبه وفي واحده بتبوظ، فبتلبس الفستان بسرعه وبتنزل الشارع عشان تروح الفرح. وبتقابل صاحبتها ناتاشا وبتطلب منها توصلها الفرح، وناتاشا بتلاحظ ان وزنها زاد جدا، فبتقول لها ما تزعلش وانها لازم تثق في نفسها. واول ما بتوصل لمكان الفرح بتشوف زينة وبيرقص مع البنت اللي كانت معاه في الصوره، فبتلاحظ انها رفيعه وشكلها حلو، فبتغير منها وتخش ترقص ما بينهم. وزينة بتفاجئ من وجودها في الحفله لكن بتكمل رقص عادي. وبعد شوية بيجي الأكل، وأنيا بتقعد مع زينة على السفرة عشان تاكل، لكن زينة بيكون محرج جدا وهو قاعد معاها، وبيعترف لها إنه مبقاش يحبها زي زمان وإنهم لازم يسيبوا بعض، وده لأنها ما بتعملش حاجة في حياتها غير إنها بتاكل، فبتزعل وتعيط. وبعد شوية بيجي العريس والعروسة عشان يسلموا عليهم، فأنيا بتضحك عشان ما يبانش عليها الزعل، والعروسة بتتفاجئ من وزنها فبتفتكر إنها حامل بتبارك لها، وأنيا بتحس بإحراج شديد. وبعد شوية زينة بيودعها وبيقول لها إنه مش عايز يشوفها تاني. وبعد كده بنشوفها وهي رايحة لمامتها، وأول ما بتدخل عليهم جوز أمها بنلاحظ إن في حاجة مخبياها، فبيسيب المكان ويمشي عشان تاخد راحتها في الكلام. فبتعيط وتقول لهم ان حبيبها سبب وزنها وانها ما بقتش تهتم بنفسها، فما بتزعل عليها وبتقول لها انها جميله في كل حالتها، فبتسيبها وتدخل الاوضه عشان تنام، وبتطلع التليفون وبتتفرج على صور زينه، وفجاه بتلاقي صوره قديمه ليها فبتزعل على حالتها. وتاني يوم نادية بتتصل بيها وبتقول لها انها عايزاها في موضوع مهم، ولما بتروح بتعيط وبتحكي لها اللي حصل بينها وبين زينه، فنادية بتحاول تهديها وبتطلب منها تقعد معايا وجوزها يوميا، وبتقضي الليل كله في البلكونه لوحدها. وتاني يوم نادية بتحكي لها قصه واحده صاحبتها حصل معاها نفس الموقف، وتقول لها انها بدل ما تستسلم راحت الجيم وفضلت تتمرن لحد ما رجعت لوزنها الطبيعي. وحبيبها اللي سابها ندم جدا وهو بيتحايل عليها عشان ترجع له، لكن انيا بترد عليها وتقول لها ان الفلوس اللي معاها مش هتكفي اشتراك الجيم. فناتاشا بتقول لها ان الجيم بيعمل فتره مجانيه لمده اسبوع قبل الاشتراك، وبتطلب منها تروح اكتر من الجيم عشان تستفيد من الفتره المجانيه لاخر الشهر. وانيا بتسمع كلامها وبتروح الجيم، لكنها ما بتكونش عارفه حاجه فبتستخدم الاجازه غلط. وبعد الجيم بتروح على المطعم عشان تاكل، لكن ناتاشا بتشوفها وتزعلها بسبب اهمالها، وتقول لها لازم يبقى عندها قوه واراده عشان تقدر ترجع لوزنها الطبيعي. وبالليل بتحس بالجوع فبتروح عشان تخلص الاكل اللي في التلاجة، لكن ناتاشا بتقفشها وتزعق لها. وتاني يوم بتقرر انها ما تاكلش غير اكل صحي، لكن الموضوع بيبقى صعب عليها شويه لانها شغاله في مطعم والاكل طول الوقت قدامها. وبعد شويه بتكون لوحدها في المطبخ ومعاها تورته، لكن ما بتقدرش تمسك نفسها وبتاكل نصها. وبالليل انيا بتدور على النت على مجموعه مساعده عندهم نفس المشكله، وبتنضم لمجموعه السيدات وبينهم شاب اسمه كوليا. وانيا بتقدم نفسها على انها واحده صحفيه وبتكتب مقاله عن الناس اللي بيعانوا من مشكله الاكل، لكن المجموعه ما بتكونش حاسه بالمشكله اللي هم فيها، فكوليا بيتعصب عليهم وبيقول لهم ان كل واحده فيهم شبه الاكل حتى هو، ويقول لهم ان انيا كدبت عليهم لما قالت انها صحفيه، وده عشان ما تحسش بالمشكله اللي هي فيها. فانيا بتحس باحراج وبتسيب المكان وتمشي، وكوليا بيروح وراها وبيتاسف لها وبيعزمها على الاكل، فبتوافق على طول. وكوليا بيقول لها انها اصغر واحده في المجموعه وعايزه تتمرن معاه عشان كل اصحابه سابوه بسبب وزنه، وبيقول لها انهم لازم يتمرنوا عشان يرجعوا لوزنهم الطبيعي. وانيا بتعجب بالفكره وبتوافق انهم يتمرنوا سوا. وتاني يوم بيروحوا الحديقة عشان يتمرنوا، لكن انيا بتكون مترددة في الأول، وبعد كده بتتمرن معاه عادي، وبيبدأ وزنها يقل وكل بيدعمها بشكل أكبر لحد ما بترجع لوزنها الطبيعي. وبتروح تتمرن في المكان اللي زينة شغال فيه مدرب سباحة، وبتطلب منه إنها تتمرن معاه، وزينة بيعجب بيها وبينزلوا حمام السباحة وبيلعبوا مع بعض. وفجأة بتيجي البنت اللي كانت مع زينة في الفرح وبتنزل معاهم حمام السباحة، وانيا بتحس بإحباط وبتروح النادي عشان تشرب وتنسى اللي حصل. وتاني يوم لما بتصحى بتلاقي نفسها في بيت كوليا من غير هدوم، وكوليا بيقول لها ان كان في واحد من اللي كانوا معاها في النادي كان واخدها معاها على البيت، وهو لحقها وجابها على هنا. وبعد كده بتروح لامها وتحكي لها اللي حصل وبتطلب منها تكلمها عن ابوها اللي سابها وهي صغيره، فما بتقول لها ان ابوها ما بيحبهاش عشان كده سابها، لكنها بتكون عايزه تشوفه، وبتاخد كوليا معاها عشان يسوق العربيه، وبيحاول يقرب منها لكنها ما بتديلوش اي اهتمام. واول ما بتقابل ابوها بتساله هو ليه سابها طول الفتره دي وما سالش عليها، فبيقول لها انه راح عيد ميلادها وهي صغيره عشان يديها الهديه، لكنها طردته وده اللي خلاها ينساها. وبالليل بتاخد حمام ساونا لكن البيت بيولع، وابوها ما بيهتمش بيها وبيزعلها عشان البيت اللي باظ بسببها. وانيا بتزعل من ابوها وبتسيب المكان وتمشي، ولما بترجع البيت بتشكر كوريا على مساعدته ليها. واثناء ما هو ماشي في الطريق بيقرر انه يشتري لها ورد ويعترف لها بحبه، لكن لما بيوصل بيلاقيها دخلت في علاقه مع زينة فبيتضايق ويمشي.
وبالليل انيا بتروح لكل وبتقول له انها اتخانقت تاني مع زينه، لكنه بيتضايق منها وبيقول له ان صداقتهم انتهت على كده. وانيا بتزعل وبتروح لناتاشا البيت، لكن محدش بيفتح الباب لانهم بيتخانقوا مع بعض وجوزها ساب البيت، فبتدخل من الشباك الجيران والاتنين بيواسوا بعض. وتاني يوم بابا بيروح عشان يعتذر لها على اللي حصل وانه ما كانش مهتم بيها طول الفتره اللي فاتت. وبعد ما بيتصالحوا بيرقصوا مع بعض وبتقرر انها تروح تصالح كوليا، فبتلاقي بيشرب مشروب غريب فبتاخده منه وترميه على الارض وتقول له انه لازم يهتم بنفسه عشان يرجع لوزنه الطبيعي، وتقول له انها قدرت قيمته بعد ما عرفت ان زينه كان بيستغلها. والاتنين بيشاركوا في المسابقه وبيكسبوا، وبعد كده حياتهم بتتحسن وبيعيشوا حياه سعيده. وبيخلص الفيلم على كده. متنساش بقى تتابعنا عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده.